يقولون من جهل شيئا عاداه. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إمام مجتهد باعتراف أئمة السلف له في ذلك، وباعتراف واقعه وأخباره في هذا الباب وغيره. ومما يذكر قولهم إن ابن خلدون يقول عن أبي حنيفة رحمه الله إنه ما عنده إلا 17 حديث. وهذا مدح بصيغة ذم أو ذم، الله أعلم. مدح بصيغة ذم يعني كيف جاء بهذا الفقه العظيم من خلال 17 حديث؟ معناته هو أكثر من عبقري. ويقولون علماء المذهب الحنفي إن المسائل التقديرية التي تكلم فيها أبو حنيفة رحمه الله بلغت نحو 83,000 مسألة. الله أكبر. هل يستطيع إنسان أن يستنبط هذا الرقم الخيالي من 17 حديث؟ ولكن تعليقة عابرة ولطيفة، يقولون قال ابن خلدون هكذا. أنا أقول صواب العبارة أن يقال هذا قول حكاه ابن خلدون حكاية، ولكنه عاقبه بالرد عليه وقال إنه هذا خطأ لا يصح، وأبو حنيفة كان مجتهدا في عصر السلف ووافقوه على اجتهاده.